بالنسبة للأخ فيلالي عبد الهادي، معرفتي به كترجع للتسعينات، ويمكن هذه مسألة قليل اللي كيعرفها، هو أنه كان تلميذ عندي في الكوليج، ومن تما في الحقيقة من تما أنا شخصيا لمست الموهبة ديالو والقدرة ديالو على التشخيص وعلى تقمص الأضواء. كاسعدك بحال كنتني خاصهم الصفقات، خاصني تقطع عليهم اللسان. تزوجت بك ودرت بك خير ووالديك خير. ها دوي ابكي ابكي ابكي. لا الجيل ديالنا حنا كان جيل اكثر من انفتاح على المؤسسات ديال الانشاء الاجتماعيه، ومن ضمنها دار الشباب. كان الكثير من الاطفال والشباب دائما يزورون دار الشباب. لماذا؟ لانها كانت فضاء فعل حقيقي للانشاء الاجتماعي. أول يعني لقاء والتعارف ديالي مع السي عبد الهادي الفيلالي كان في دار الشباب، بحكم أننا يعني كنا رواد ديال دار الشباب وكنا ممارسين ديال المسرح. أول لقاء ديالنا كان في دار الشباب المغرب العربي في بني ملال. يعني كنا نشتغلوا في جمعية ناس الكوميديا ديال المسرح في الثقافة. تجربتي كانت في ناس الكوميديا بدات في 1987 وانقطعت، يعني مشيت كنمارس المسرح الفردي وعاود رجعت لفرقة ناس الكوميديا سنة 1992، وتما كان اللقاء. آنذاك كنا كنشتغلوا على مسرحية فصل الدم للكاتب السوري سعد الله والنوس. العلاقة إذا الفنية بدات من هذيك المرحلة، بحيث التحق بالجمعية ديال مسرح ناس الكوميديا أعتقد في 91 92، ومن تما بدا الاشتغال. بطبيعة الحال يعني شارك واحد العدد ديال الأعمال، وكان الممثل الرئيسي فيها أعتقد مسرحية فصل الدم، مسرحية رحلة مسعود، مسرحية الدوق، يعني واحد العدد ديال الأعمال اللي شارك فيها واللي كان في الحقيقة يعني تثبت فيها مهاراته وكفاءته التشخيصية. بطبيعة الحال المسيرة استمرت، وكهنا في هذيك المرحلة المراحل النهائية ديال ما كان يسمى بمسرح الهواة. وخلال فترة التسعينات تعرفت على عبد الهادي الفيلالي وأنا أمارس التنشيط التربوي مع جمعية حركة الطفولة الشعبية فرع بني المدينة. آنذاك تعرفت عليه كشاب يافع من خلال أولا تجربته المسرحية مع فرقة ناس الكوميديا برئاسة الأستاذ توفيق المداري. وتعرفون أن مسرح الهواة في هذه المرحلة كان يشتغل على نصوص ذات أبعاد إنسانية وأبعاد تهدف إلى تطوير التفكير العميق في القضايا التي يعيش فيها سواء المجتمع المغربي أو العربي. وتعرفون أن الجمعية كانت دائما تشتغل على نصوص سعد الله والنوس على الكاتب السوري الرفيع، ولهذا تابعته من خلال مجموعة من العروض التي كانت تقدمها ناس الكوميديا. كان آنذاك لا زال شابا طموحا يريد أن يرسم لنفسه خطا في مجال الإبداع بشكل عام، خصوصا الإبداع الفني. مزيان كون عصرت مزيان يا كنلف على الكارتيتا إلا مرت تلوحيني في الركبة ياك. ها ياك هاد القوام شاريهم غير من الجوطية ولا نسيتي؟ أنا كنشري حوايج من الجوطية باش شتي نخلي لك فلوس المصروف اللي كتدي لأمك.
ايدك في الماكله صاحبي. ريحه المرقه ما عرفتش فين ريحه الريحه. صافي هاد البلون نديرو مزيان. غادي شوف هنا التمثيل ما جاش غير هكذاك. اش نقول لك، انا كنت درت التمثيل بلي كنت في التحضيري، بلي دخلت المدرسه يعني درت المسرح المدرسي. كنا كنشاركوا في عيد عرش، في عيد المسيره، في المسابقات الجهويه وطنيه. باش وصلت الاعدادي وهذه تبدل لي الفكر ديالي لحاجه اخرى، يعني ولات القرايه ديك الساعه، ولات القرايه. لعبت الكره، كان الهدف، كان عندي واحد الهدف اخر، كنت نلعب كره، كنت لعبت مع الجونيور، لعبت مع المينين. كان عندي واحد خالي كان كيخدم مع واحد الفرقه ديال الناس كوميديا، فرقه ديال المسرح الهوات ناس كوميديا، اللي لحد الان باقي كنشتغل مع السي توفيق البداري. كنخدم معاهم، وكان خاصهم شي واحد اللي يدير لهم شي كروكي ديال الديكور. انا كان عندي مع داك كنت نرسم شويه، كنت نصايب عندي مع البريكولاج، يعني كان بريكولي سميتو، وجا يهضر معايا قلت له اوكي ماشي مشكل نمشي نشوف. ديك الساعه كنقرا في كاتريام ماني، جيت مع دار الشباب هنا. هذاك الشيء علاش دار الشباب عزيز عليا، ديك اول مره غندخل دار الشباب. جيت مع دار الشباب، تعرفت على الاخوان. كان ديك الساعه سي شاكو، كانوا اخوان اخرين، يعني الناس كوميديا تبدلات. ريحت معاهم وشفتهم كيتدربوا في التدريب وهذه، ولا مابقاش عندي الهاجس ديال انني نرسم ولا ندير ديكور، لا يعني بحال رجعوني لديك المرحله ديال الطفوله ديال المدرسه، رجعوني للمسرح اللي كنت كندير في المدرسه. خدمت في قهوه السرباي، خدمت في لي ريستورون، كنت شاف كويزيني، مي خدمت في بنكه. اول عمل تلفزيوني كان في 2000، هذا فيلم اجنبي في 2004 يعني في شارل دوغول. من وراه مباشره جا السلسله ديال الخواتات مع المخرجه فاطمه الجبيع والسي عبد الصمد الدنيا الله يذكره بخير. هذاك هي اول عمل تلفزيوني كان عندي. تصبح في أعين الآخرين فكرة مجردة، يجب أن لا تطرح مكانك ولا تشوه صورتك ولا تغير دورك. معروف أن التمثال أو المنحوت لا جنس له ولا روح، لا حق لها في الاتهام على المرأة أو البصق على الأوجه المنحوتة التي تحملق فيها. بعد الحادثة اعتقد البعض الذين لم يستوعبوا كفاءات عداد الفيلالي، اعتبروا أن الحادثة ستكون نهاية هذا الفنان المتألق، ولكنه كان كالطائر في النيق الذي استعاد حيويته بعد الحادثة وبعد الشفاء. أعجبني أنه قدم لي نص باللغة العربية الفصحى، وقد أعجبت بالنص، وزودني ببعض الشذرات الشعرية على أساس أن أساهم في هذا النص بتلحين هذه المقاطع التي يريد الاشتغال عليها. جات المرحلة ما بعد ناس الكوميديا هي مرحلة ديال تأسيس مسرح أبو الهيثم، اللي كان هو وراء هذا المشروع هذا، بحيث أسس الفرقة المسرحية ديالو. بطبيعة الحال أيضا أنا أعتبر بأن هذه المسألة هي صيرورة طبيعية لواحد العدد ديال الفنانة، فبطبيعة الحال كتخرج في إطار جمعوي، ثم كتجي واحد المرحلة اللي كتبغي تحقق واحد العدد ديال الطموحات
اللي يمكن في اطار هذيك الجمعيه او في اطار هذاك النادي كتصطدم ببعض المعيقات، فكتحاول انك تخلق انت واحد الاطار اللي به تقدر تحقق انت هذه الاشياء. للاسف يعني في هذه التواخر يعني هذه الحقب الاخيره قريب من سنه هذه يمكن، فتعرض لحادثه سير ويمكن بزاف ديال الناس فراسهم حيت انتشر الخبر. وهذه المرحله ايضا شكلت بالنسبه ليه يعني ما نقولش ازمه، ولكن شكلت قطيعه شيئا ما مع الممارسه. هو على حد العلم ديالي هو انه ملي وقعت الحادثه عبد الهادي كان هو لقى واحد التضامن كبير سواء من الاصدقاء ديالو ولا من المقربين ديالو ولا من العائله ديالته يعني، ومن فعاليات المجتمع المدني في المدينه يعني ازروه ولا النقابه ديال فنون الدراما في المغرب. ولكن للاسف على حد علمي انه المسؤولين في المدينه يعني ما كلفوش عناء انهم يأزروه ماديا ومعنويا. فمن هذا المنبر انا كندعو لجميع المسؤولين الالتفات للفنان، لان الفنان هو كيلعب واحد الدور كبير في المجتمع، كيرفع من الضائقه الفنيه للمجتمع، كيساهم في التربيه الجماليه، كيساهم في بناء الانسان، لان اهم ما يميز الفن هو بناء الانسان. وإلا بنينا الانسان كون على يقين بان المجتمع ديالنا غادي يكون من المجتمعات الراقيه. الوغ في جات الحادثه دونك في الحقيقه يعني نظرا للظروف الصحيه ديالو، حيت انا دارت جو كخوا شي عمليه ولا جوج على الظهر ديالو على الركبه ديالو، دونك خلات السي عبد الله يكون في واحد كيقولوا استراحه محارب. وان شاء الله بهذا العمل هذا عشت له فاطمه اللي حنا بصدد ديالو صدد الاشتغال فيه. دونك ان شاء الله كنتمناو انه يكون هو الانطلاقه وهو هو الدفعه الجديده ان شاء الله اللي ما عهدناه في الاستعداد الفيلمي. الفترة ديال من بعد الحادثة كان واحد الفترة ديال الاكتئاب ديال يعني مجموعة فيهم بزاف ديال العناصر ديال ان الممثل تيكون مكسور، ما كاينش اللي تيوقف جنبه، ما كاينش من غير الممثلين صحابو صافي، ما كاينش واحد الدولة كتعاون بشي حاجة ولا وقيته فاش انك كتكون مريض وهذا ما كيعيش منه الفيلم. تقريبا اغلبية الممثلين كيعانيو من هذا المشكل هذا، زائد ان الاحباط ديال ان صافي تيقول انا صافي سالا يعني المسار التمثيلي ديالي سانح هنا. ولكن مع هذه المسرحيه نفس جديد، طموح جديد، يعني ولات عنده نظره اخرى انه باغي يدير افلام اخرى ويعاود يكون فيلالي اخر احسن من اللي كان قبل الحديث.